مرة أخرى حريق مهول بالحي الجامعي بوجدة، وهذا سبب اندلاع الحريق. وإلى التفاصيل، علم لدى السلطات المحلية لعملة وجدة أنقاد أن حريقا اندلع حوالي الساعة 8:15 من مساء يوم الثلاثاء 21 مارس بإحدى الغرف بالحي الجامعي لجامعة محمد الأول بوجدة، ملحقا خسائر مادية فادحة بمحتويات الغرف ودون تسجيل أي خسائر بشرية، باستثناء بعض حالات الإغماء والتوعكات وصعوبات خفيفة في التنفس مسجلة لدى بعض الطالبات والطلبة، والذين نقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث غادر جلهم الوحدة الاستشفائية بعد خضوعهم للإسعافات، فيما تم الاحتفاظ باثنين فقط منهم تحت المراقبة الطبية إذ وصفت حالتهم بالخطرة. وأوضح مصدر مسؤول أنه من بين المصابين طالبان قام برمي نفسيهما من الجناح الذي اندلع به الحريق بعدما حاصرتهما النيران، مشيرا إلى أن وضعيتهما الصحية متوسطة الخطورة. وقد تدخلت مصالح الوقاية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق بصفة نهائية على الساعة 9 مساء، بعد أن تمكن أحد حراس الحي الجامعي رفقة بعض الطلبة من تطويق الحريق حين اندلاعه باستعمال قنينات الإطفاء. وحسب المعطيات المتوفرة فإن سبب اندلاع هذا الحريق مرتبط بتماس كهربائي لشاحن متصل بمكبر صوت وجد بمكان الحادث. هذا وقد تم فتح بحث من قبل السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث.